طبعا كلنا عارفين الفتة المصرية بالخل والثوم من الأكلات التراثية اللي ليها شعبية كبيرة عند المصريين، خاصة بقى في التجمعات والمناسبات. بتجمع بين الرز والعيش المحمص والصلصة الجميلة اللذيذة اللي معمولة بالخل والثوم. يلا نشوف النهاردة احنا هنعملها ازاي. أكلة حلوة بنحب احنا كمصريين نعملها لما نحب نجمع كل العيلة. جبت معلقة من السمنة، حطيتها في حلة سخنتها كويس ونزلت عليها باللحمة علشان اشوح اللحمة. طيب يلا شوحي اللحمة يا خالته هند. هحط ايه على اللحمة بقى علشان تتشوح حلو وتاخد لون حلو؟ هحط عليها معلقة صغيرة من السكر. خلاص. طب ليه يا خالته هند حطيتي معلقة من السكر؟ علشان خاطر اللحمة تتكرمل وتاخد لون حلو، وهقول لكم ليه بعدين. حطيت البهارات بتاعتي كمان، بلح الطيب رشة صغيرة وملح وفلفل اسود بس، ما كترتش بهارات، وورقتين صغيرين من اللوري. نزلت عليهم ببصلايه صغيره، ونزلت عليهم كمان بميه سخنه، وهسيب اللحمه بقى تتسلق براحتها على نار هاديه. اول ما تغلي كده كويس مع بعضها دقيقتين ههدي عليها. نيجي بقى للعيش بتاع الفته. العيش انا قصيته كده بالمقص قطع صغيره، ولا هي صغيره ولا كبيره، خليها مناسبه كده علشان تبقى في المعلقه مناسبه، ان الواحد لما ياكل بالمعلقه كده متبقاش ايه قطعه العيش ايه اكبر من استيعاب المعلقه. خلاص يا حبيبي فاهمني؟ طب يا خالتون ده انا عايزه اعمل كميه مظبوطه على قد الافراد الموجوده، ولا كتير ولا قليله، يبقى هتحطي لكل فرد رغيف واحد من العيش، وهتزودي رغيف واحد كمان زياده. يعني لو انتوا 5 هتحطي 5 ارغفه من العيش، وهتزودي واحد كمان احتياطي. خلاص يا حبيبتي؟ خلاص. هحمره بقى في في الزيت، او لو حابين تحمروه في الفرن مفيش مشكله. هنا كنت بوريكم ازاي شوربه اللحمه رايقه وما طلعتش ريم خالص. عملت كمان رز ابيض وهقول لكم دلوقتي انا عملته ازاي. جبت معلقه من الثوم المفروم، ومعلقه صغيره من السمنه، ومعلقه صغيره من الكزبره الناشفه، وحمصتهم كده مع بعض. وقبل ما احط الخل شلت من الدقه دي معلقه كده على جنب، هقول لكم اعمل بيها ايه دلوقتي. خلاص. طشيت بقى الدقه الحلوه دي بعد ما اتحمرت بالخل، وهنزل عليها بكميه الشوربه مناسبه لكميه العيش. بصوا لون الشوربه رايق ازاي. الشوربه ما كترناش فيها بهارات، سيبنا اللحمه بطعمها الطبيعي، ما بهدلناهاش بقى بكتر البهارات. خلاص. نزلت بقى على معلقه التوم اللي انا شلتها ديت، اللي انا شلتها من الدقه اللي انا حمرتها، نزلت عليها بصلصه طماطم مناسبه لكميه الفته اللي انا عاملاها، وكمان حطيت عليها ملح وفلفل اسود ورشه من السكر، وحطيت عليها شويه من الخل. هنا بقى كنت بغرف كده طبق، ده الطبق ده صغير انا غرفته بس علشان اصوره معاكم، لان كان لسه فاضل نص ساعه على الفطار، فقلت هصور علشان ما مركنش الصايمين يقعدوا بقى يستنوني على بال ما اصور لكم الطبق. فاهمين؟ فعشان كده غرفت طبق صغير. حطيت بقى العيش وسقيته بقى من التسقيه بتاعه الشوربه اللي احنا عملناها بالخل والثوم والكزبره الناشفه، وحطيت على وشها الرز. هقول لكم سريعا الرز ده معمول ازاي. ده رز ابيض غسلته، حطيته في الحله، حطيت عليه معلقه سمنه كبيره، وظبطت الملح بتاعه والميه، وسبته يستوي على نار. بعد ما غلي هديت عليه وسبته يستوي على نار هاديه. رز ابيض عادي خالص، بس لازم تعملوه بالسمنه. هي الفته كده، الفته يعني سمنه. خدت بقى من الصلصه الجميله اللي احنا عملناها ديت، حطيتها على وش الطبق كده. خلاص. وحطيت اللحمه على الوش. نيجي هنا بقى اجاوبكم بقى على الحته اللي جت في بالكم. طب ليه يا خالته هند انت سبت اللحمه لما اخدت لون؟ انا سبت اللحمه لما اخدت لون علشان لما تبقى اغرفها تبقى بالمنظر ده، ما اضطرش ان انا احمرها تاني بعد ما سلقتها، واللحمه وطعم اللحمه يبقى ناشف وملهاش طعم. خلاص يا حبايبي، صلوا على النبي كتير واعملوا لي لايك بقى للفيديو، وما تنسوش طبق اخواتنا الطيبين عشان ربنا يبارك لكم في الاكل ويوسع عليكم. يلا سلام.